الثانية في مكان. هي مباراة 90 دقيقة من أجل لقب أو تحديد الفكره جت ان اخويا محمد ده منظم في رابطه برشلونه، هو عرض عليا من اسبوعين كده ان الماتش الكلاسيكو ده نعمله تجمع مشترك. الناس طبعا رفضت الفكره وحست الموضوع هيبقى فيه مشاكل وقلق اكيد، بس عرضنا الفكره على الناس. مع الوقت الناس حبت الموضوع. الفكره كلها ان احنا يعني ليه ما نعملش مثلا في التجمع الكلاسيكو ان احنا نجيب الجمهورين مع بعض. اي نعم انت طبيعي لازم تتخوف من فكره ان يبقى فيه مشاحنات، في كلام من هنا، في كلام من هنا، مش عارف ايه. دي حاجات كلها طبيعيه وكانت لازم تحصل، بس يعني فاهمني مع التنظيم لازم هتبقى المواضيع اقل من كده واهدى من كده شويه. التجمع رسمي على سبيل التغيير وعلى سبيل ان احنا نثبت ان احنا ممكن نبقى موجودين مع بعض في مكان واحد من غير ما يحصل احتكاكات ومن غير ما نشد مع بعض. تاني اكبر تجمع بعد التجمع السنه اللي فاتت، نهائي دوري الابطال. بس فاحنا قدرنا الحمد لله ننظم نفسنا، جينا كل واحد عارف هيعمل ايه، هنقف ازاي لو حصل مثلا مشكله او حصل حاجه قد ايه الحاجه ازاي فتمتص الموقف بسرعه. اتمنى اشوف الشكل اللي حصل النهارده في مصر بين مثلا جمهور الاهلي وجمهور الزمالك، اشوفهم نفس الشكل اللي احنا شفناه النهارده.